السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ لسه مكملين في سلسلة الداشبورد، خاصة في مراحل كرات اوبريشن. وده الجزء الرابع واللي هنتكلم فيه عن ازاي اعمل ابديت على اي برودكت عندي، ويبدأ ان هو يسمع الابديت ده في صفحة الجيسون باين. فكرة الابديت بكل بساطة ان انا عندي باتون ابديت. اول ما بقى بدوس عليها ايفنت، طبعا بعمل ايفنت على الباتون اللي اسمها ابديت اللي هو الكليك. اول ما بدوس عليه يبدأ ان هو يعرض لي البوب اب. والبوب اب اللي هي بتتعرض دي بيكون فيها مجموعة من الانبوتس، وكل انبوت الفاليو بتاعته هي الداتا اصلا بتاعت ايه كل برودكت عندي. طيب جميل. وابدا ان انا اول ما بعدل على اي انبوت عندي يبدا ان هو يسمع الابديت ده او التعديل ده في صفحه الجيسون باين، ويبدا ان هو يعرض لي التعديل ده في صفحه الليست ايتمز. خلاص كده. طيب، يبقى اول حاجه عايزين نعملها هو ان انا هعمل ايفنت على الباتون اللي اسمها ابديت، عشان اول ما بدوس على الباتون اللي اسمها ابديت يبدا ان هو يعرض لي البوب اب اللي موجود في الصفحه. وهعمل فكرة الايفنت بطريقتين. هاجي في الفايل اللي اسمه read product، هلاقي ان في فانكشن انا عاملها اسمها هاندل داتا. الفانكشن دي بكل بساطة كانت بتاخد منك الداتا، كانت بتهندلها عندك في صفحة الليست ايتمز. طيب، انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ انا عايز اعمل ايفنت على كل الباتونز، صح؟ طيب، عشان خاطر اعمل ايفنت على كل الباتونز يبقى انا محتاج اختار كل الباتونز اصلا. طيب، في حاجة بتساعدني ان انا اختار كل الباتونز، اسمها ايه؟ كويري سيلكتور اول. جميل. طب اللي بيرجع منها ايه؟ هو عباره عن اري. جميل. انا هنا مدي في الباتونز، مدي للباتونز اللي اسمها ابديت، مدي لها كلاس اسمه ابديت. يبقى هبدا ان انا اعمل كده متغير let buttons بتساوي document دوت كويري سيلكتور اول، وهات لي كل الباتونز اللي عليها كلاس ايه؟ ابديت. بالشكل ده. ادي دوت، لازم عشان خاطر ده كلاس اقول له دوت وبعد كده اسم الكلاس. طيب، اتفقت معاك ان اللي بيرجع من الكويري سيلكتور اول هو عباره عن اري، فاللي منتظر مني ايه؟ منتظر مني ان انا هعمل ايه؟ لوبينج عليها. هنا buttons دوت فور each، وادي كول باك فانكشن، ادي الباتون. وبعد كده هعمل بقى الايفنت، هقول له ادي الباتون بتاعك، ادي ايفنت listener. وبعد كده الايفنت اللي هو اسمه كليك بيقبل منك كول باك فانكشن بالشكل ده. اقول له مثلا اطبع لي في الكونسول مثلا هلو بالشكل ده. هاجي كده، هو بس بياخد وقت بس ايه في التحميل. لو جيت كده في الكونسول دوست على ابديت، فعلا طبع لي هلو. طبعا انا بدوس على اي باتونز عندي. خلاص. تاني طريقة معانا باستخدام دالة الكلوسيت. والكلوسيت بكل بساطة هي عبارة عن دالة موجودة في الجافا سكريبت از بيلت ان، ومهمتها ان هي بتدور على الابناء اللي موجودين في عنصر الاب عندك. جميل. انا هنا لو شفت في المتغير اللي اسمه اب هلاقيه ان هو عبارة عن اب لمجموعة من الابناء اللي موجودين فين؟ في صفحة الليست ايتمز. جميل. حلو قوي. الكونسبت هيكون ماشي ازاي؟ هبدأ ان انا اعمل ايفنت على الاب. هتقول لي لا، انا ازاي هعمل ايفنت على الاب وانا اصلا عايز اعمل ايفنت على الباتون اللي هو ايه؟ اللي هو الابديت. فانا ازاي اعمل ايفنت على الاب؟ بص يا سيدي، باستخدام حاجة اسمها التارجت هبدأ ان انا اجيب الابن نفسه اللي هو ايه؟ اللي هو الباتون. هتقول لي ازاي؟ ما هو التارجت اصلا بكل بساطة التارجت بيستخدم في ان هو بيجيب لك العنصر اللي انت بتبدأ تدوس عليه. جميل. اللي هو فين؟ اللي هو في الاب نفسه، في الاب اللي انت فيه. اول ما بتدوس على اي عنصر من العناصر بتاعة الاب بيبدأ ان هو يطبعه لك في الكونسول. وهو ده اللي انا عايزه. انا عايز ادوس على اي عنصر من عناصر ايه؟ من عناصر الاب. جميل. طب وبعد كده؟ بعد كده باستخدام الدالة اللي هي بتاعة الكلوسيت هبدأ ان انا اجيب عنصر الابديت وانفذ عليه ايه؟ وانفذ عليه الايفنت نفسه. جميل. حلو قوي. تعالى بقى نطبق الكلام اللي انا قلته ده. ادي الاب دوت اد ايفنت listener، وبعد كده ادي الايفنت اللي هو الكليك. جميل. وبيقبل منك كول باك فانكشن. الكول باك فانكشن بتقبل منك بروبرتي. البروبرتي دي بتكون عايده على الاب نفسه اللي هو ايه؟ اللي هو الاب. جميل. هسميه مثلا ايفنت بالشكل ده.
وهعمل متغير. المتغير ده هقول له let btn مثلا بتساوي، هقول له مثلا ادي الايفنت دوت ايه دوت تارجت. يبقى كده انا هعمل ايه؟ انا هجيب اي عنصر انا ببدأ ادوس عليه من الاب نفسه، يعني هجيب اي ابن. تعالى كده نشوف في الكونسول بي تي ان ونعرض المتغير اللي هو بي تي ان بالشكل ده. تعالى كده نشوف هل فعلا اللي انا قلته ده صح ولا غلط. ياخد بس وقت في التحميل. تعالى كده هدوس مثلا على اي مكان في الاب عندي، هيبدأ ان هو ايه؟ هيبدأ ان هو يعرض لي العناصر اللي انا ببدأ ان انا ادوس عليها. جميل، حلو قوي. عايز بقى استخدم او اجيب الابن اللي هو ايه، اللي هو الابديت، اللي هو الباتون اللي اسمه ابديت. عايز اجيب الابن ده، خلاص يبقى هستخدم دالة اسمها كلوسيت. ليه؟ لان الكلوسيت بكل بساطة مهمتها ان هي بتدور على الابناء اللي موجودين فين، اللي موجودين في الاب نفسه. فهنا اقول له ايه؟ كلو سيت بالشكل ده. الابن اللي انا عايز ادور عليه اللي هو ايه؟ اللي هو السلكتور اللي عليه كلاس ابديت بالشكل ده. لو جيت كده شفت، اعمل ريفرش وشفت كده، فعلا جاب لي العنصر اللي انا بدوس عليه. بس لو دوست على اي مكان هلاقي ان هو طابع لي null، وده اللي انا مش عايزه. انا مش عايز اعمل الايفنت على اي مكان في الاب نفسه، في الاب نفسه، لا انا عايز اعمل الايفنت على الابن اللي هو الباتون بس. خلاص. طيب اعمل الطريقة دي ازاي؟ بص يا سيدي، هعمل if condition. خلاص. if condition في حالة ان لو انت فعلا بتعمل ايفنت او بتعمل ايفنت على الباتون نفسه، خلاص تبدا ان انت تطبع لي في الكونسول المتغير ده، او مثلا تطبع لي رساله مثلا في المتغير وهكذا. خلاص. هقول له مثلا هنا هلو. والشكل ده على فكره مش غلط. الشكل ده في الاكما سكريبت 6 بيقول لك ان انت لو عندك وان لاين بس تبدا ان انت تشيل الكيرل براكت وتحط قصادها الوان لاين ده عادي. لكن لو انت مثلا عندك تو لاين، لا لازم تعمل ايه؟ لازم تعمل الكيرل براكت وبعد كده تكتب الاسطر الكود بتاعتك بالشكل ده. خلاص. طول ما هو وان لاين بس عادي لو انت كتبت بالشكل ده. خلاص كده. طيب هنا لو جيت في صفحه الليست ايتمز، لو جربت فعلا طبع لي هلو. لو حاولت ان انا ادوس على اي مكان ما طبعليش. ليه؟ لان هو لقى الشرط متحقق ولقى فعلا الباتون اللي انا بدوس عليه. فكده كده اصلا هو مش هيبدأ ان هو يطبع اي حاجة في الكونسول طول ما هو الباتون ده موجود. تعالى بقى نظهر البوب اب اللي هي بتكون موجودة في الصفحة الخاصة بمرحلة الابديت. بعد طبعا ما خلصت الايفنت على الابديت نفسه، في حالة الكليك لما باجي ادوس على الابديت يبدأ ان هو يطبع لي ايه؟ رسالة. انا بقى عايز اعمل ايه؟ انا والله بدل ما بيطبع لي رسالة، لا عايز بقى اظهر السكشن اللي او البوب اب اللي هو خاصة بمرحلة الابديت، اللي هي موجود فيها مجموعة من الانبوتس. جميل. تعالى كده نشوف السكشن ده بيكون عبارة عن ايه. لو جيت كده في صفحة ال HTML هلاقي اني عندي سيكشن مديله ID update section، والسيكشن ده هو عبارة عن البوب اب الخاص بمرحلة الايه؟ الابديت. جميل قوي. وبيكون طبعا في مجموعة من ايه؟ من الانبوتس. حلو. السيكشن ده الديفولت بتاعه هو opacity بصفر. لو جيت هنا كده في صفحة ال CSS هلاقي ان السكشن ده انا مديله opacity بصفر والفيزابيليتي هيدن، وهو ده اللي مخليه مخفي. تعالى كده نعمل كومنت بالشكل ده، هلاقي ادي البوب اب ظهر معايا والدنيا زي الفل. انا بقى عايز اعمل ايه؟ انا عايز لما اجي ادوس على الباتون اللي اسمها ابديت يبدا ان هو يظهر لي الايه؟ البوب اب ده. طب عشان خاطر يظهر لي البوب اب، مش انا هضيف كلاس اكتف؟ جميل، حلو قوي. لو جيت كده في الستايلنج هلاقي ان انا في حاله الاكتف اوباسيتي مخلي الاوباسيتي بواحد والفيزابيليتي بفيزيبل، وهو ده اللي هيخليها تظهر. جميل، حلو قوي. تعالى بقى نعمل الكلام ده بالجافا سكريبت. هنيجي نضيف فايل اسمه show section update.js، وهننشئ function. والفانكشن دي هتكون مسؤولة على انها بتظهر الايه؟ السكشن اللي هو الخاص بالابديت. ابديت
بالشكل ده، سيكشن بالشكل ده. وطبعا الفانكشن دي هعمل لها اكسبورت. ليه؟ لانها هتبدا ان انا هظهرها او هعمل لها امبورت فين؟ في حاله ان انا بدوس على الباتون اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها ابديت. جميل قوي. فهنا هعمل لها ايه؟ امبورت. هعمل لها كول هنا كده بالشكل ده، ادي دوت جي اس. تعالى بقى اختار سيلكتور للسكشن. خلاص، اقول له let section بتساوي document دوت. هختارها بجيت element by id لان انا كده اصلا مديلها الاي دي. والجيت element by id انت ما بتختار بس اسم الاي دي ولا اكتر ولا اقل. خلاص، جميل قوي. وبعد كده هقول له ايه بقى؟ انا بقى عايز اظهر السكشن ده. خلاص، هو السكشن ده اصلا في الاساس في الستايلنج هو ايه؟ هو اوباسيتي بصفر. حلو. طب انا قايل له في حاله الاكتف. طب عشان خاطر اضيف اكتف على او كلاس على السكشن نفسه او اي ديفايه او اي اليمنت عندي، كنت بعمل ايه؟ كنت بقول له ادي السكشن دوت كلاس ليست دوت اد ايه واسم الحاجه الكلاس اللي انا عايز اضيفه اللي هو ايه؟ اللي هو الاكتف بالشكل ده. لو جيت كده شفت، هو بس بياخد وقت شوية. تمام. بس هي سرعة النت في مصر رهيبة يعني. جيت دوست على الباتون اللي اسمها ابديت، فعلا ظهر لي السكشن. انا بقى عايز اخفي بقى السكشن اول ما بدوس على الكلوز اللي هو الباتون اللي اسمها كلوز. جميل. هختار سيلكتور اللي هو الخاص بالباتون اللي اسمها كلوز. انا كده كده اصلا مديها كلاس اسمه كلوز سيكشن. ولو هو كلاس لازم اقول له ايه؟ لازم اقول له دوت وبعد كده اسم الكلاس. خلاص، عشان ده كلاس. جميل قوي. وبعد كده هقول له بقى ادي الكلوز. هعمل ايفنت على الكلوز، ادي ايفنت ليسنر. في حالة الكليك تبدأ ان انت تعمل ايه؟ والله هتاخد نفس السطر ده بس هتشيل ايه؟ هتشيل الكلاس اللي اسمها ايه؟ اكتف بالشكل ده. واول ما بعمل كده بيبدأ ان هو يعمل ايه؟ بيشيل الكلاس اللي هو الاكتف ده وبيرجع الحالة بتاعت السكشن اللي هي كانت في الاول اللي هو ايه؟ اللي هو اصلا مخفي. خلاص كده. جميل قوي. تعالى كده نشوف. ادي الابديت. فعلا ظهر لي السكشن اول ما بدوس على الكلوز. فعلا خفالي السكشن. عايز بقى لما اجي ادوس على الباتون اللي اسمها ابديت الخاصه بكل برودكت عندي، يبدا ان هو يجيب لي البيانات بتاعت كل برودكت ويعرضها في الفورم الخاصه بالابديت. بس قبل ما اعمل ده، عايز بس الاول هو ازاي اصلا هيعرف ان الباتون اللي اسمها ابديت دي خاصه مثلا باول برودكت؟ هيعرف ازاي ان الباتون دي خاصه باول برودكت او الباتون دي خاصه بتاني برودكت وهكذا؟ هيعرف ازاي؟ هتقول لي هستخدم حاجه اسمها الاي دي. الاي دي ده هبدا ان انا استخدمه كاتريبيوت جوه الباتون اللي اسمها ابديت. جميل قوي. كده هيعرف ان اني باتون خاصه باني برودكت. جميل، حلو قوي. انا بقى عايز اجيب البيانات اللي موجودة في الاري دي، البيانات الخاصة مثلا ببرودكت مثلا معين. هعمل الطريقة دي ازاي؟ بص يا سيدي، انا كده كده اصلا بستخدم ايه؟ داتا فيتش. حلو. الفيتش اللي راجع من الداتا دي بيكون عبارة عن اري. حلو، جميل. في ميثود في الاري اسمها find. find دي بكل بساطة ان هي بتدور على حاجة معينة جوه الاري حسب كونديشن معين انت بتبصيه اصلا جوه الفايند. جميل قوي. ايه بقى الكونديشن اللي انا هبصيه عشان خاطر يبدأ ان هو يجيب لي مثلا اول برودكت؟ تمام. ايه بقى الكونديشن؟ بص يا سيدي، انت قلت لي ان انا هستخدم الاي دي كاتريبيوت جوه الباتون اللي اسمها ابديت. صح؟ صح. جميل. الاف كونديشن بقى بتاع الفايند هيكون ماشي ازاي؟ بص يا سيدي، الكونديشن هيكون ببساطة ان لو الاتريبيوت اللي هو موجود جوه الباتون اللي اسمها ابديت ده هو نفس الاتريبيوت او نفس الاي دي اللي موجود في الاري دي، يبدأ ان هو يعمل ايه؟ هيجيب لي الاي دي.
قصدي هيجيب لي الداتا. فانا كده عملت ايه؟ انا كده ببساطه جبت البرودكت او البيانات بتاعه البرودكت الخاصه مثلا باول برودكت، او الخاصه بالباتون اللي انا ببدا اللي انا ادوس عليه. خلاص كده، جميل قوي. تعالى بقى نطبق الكلام ده عملي. هنيجي هنا نكريت فايل اسمه مثلا handle data update دوت جي اس، والفايل ده هيكون مسؤول ان هو بيجيب البيانات الخاصة بتاع كل برودكت، وبيبدأ ان هو يهندلها في صفحة الفورم الخاصة بالابديت. جميل قوي. انا اول حاجة عايز اعملها هو ان انا هباصي الاي دي بتاع كل برودكت كاتريبيوت جوه الباتون بتاعة الابديت. هو ده اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول. جميل. تعالى كده نطبق عملي بقى على الحاجة دي. هاجي هنا في الريد برودكت. خلاص، انا كده كده اصلا عامل فانكشن اسمها هاندل داتا. الفانكشن دي بتعمل ايه بكل بساطه؟ كانت بتاخد كل الداتا اللي راجعه من الفيتش داتا، وبتهندلها عندك في صفحه ايه الليست ايتمز. طيب حلو. انا هنا لو لاحظت ان في عندي اي دي، والاي دي ده اللي هو بتاع خاص بتاع كل برودكت. حلو. هبصيه جوه الباتون اللي اسمها ابديت كاتريبيوت. طب الاتريبيوت ده مثلا بيكون متسمي ازاي؟ هقول له مثلا داتا مثلا اي دي بالشكل ده، وهو ده بيكون شكل الاتريبيوت. وبعد كده هبصيله الاي دي بالشكل ده. طيب انا بقى عايز اجيب قيمة الاتريبيوت ده. هجيبها ازاي؟ بص يا سيدي، انا كده كده اصلا بعمل ايفنت على الباتون اللي اسمها ابديت. صح صح، جميل. هنا انا كده كده اصلا في اكما سكريبت 6 هنا قلت لك لو في وان لاين واحد بس فانت بتشيل الكيرلي براكت، فانا عايز اضيف اكتر من لاين. فهعمل كده، هضيف الكيرلي براكت، وهبدأ ان انا اكتب عندي الاكتر من سطر اللي انا عايزه. طيب انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اجيب قيمة الاتريبيوت ده. هجيبها ازاي؟ بص يا سيدي، هقول له هنا ايه، let id بتساوي ادي الباتون نفسه دوت داتا set. والداتا set دي اللي هي الاتريبيوت نفسه، اللي انت لو عايز تجيب اي اتريبيوت. طيب قيمة الاتريبيوت ده ايه؟ اللي هو حاجة اسمها اي دي بالشكل ده دوت اي دي. كده هو بيعمل ايه؟ كده هو جاب قيمة الاي دي او الاتريبيوت بتاع كل ايه، كل باتون انا ببدأ ان انا ادوس عليه. تعالى كده نشوف. لو جيت كده شفت في الكونسول، دوست مثلا على الابديت، خلينا نعمل ريفرش. هو بس بياخد وقت في التحميل. هاجي هنا تاني، دوست على الابديت، فعلا جاب لي اللي هو اي دي واحد. تعالى كده مثلا ندوس على تالت واحد، فعلا الاي دي بتاعه 4، وهكذا. خلاص. طيب جميل قوي. انا كده عملت اول حاجة. تاني حاجة هو ان انا عايز اجيب البيانات بتاعت كل برودكت. اتفقت ان انا هجيب البيانات بتاعت كل برودكت عن طريق ميثود اسمها الفايند، واللي كل مهمتها ان هي بتوجد البيانات او البرودكت المعين في الاري، بتوجد حاجة في الاري. جميل قوي. تعالى كده هنيجي في الكود بتاعنا، هلاقي ان انا كده كده اصلا عملت فايل اسمه handle data update. هنشئ فانكشن اسمها مثلا handle data update بالشكل ده، والفانكشن دي هعمل لها export لان انا هحتاجها في صفحة الريد برودكت. وهنا هكول الفانكشن دي هنا كده بالشكل ده، وهبصلها argument. الفانكشن، بص الفانكشن لما انت بتعمل لها كول، الحاجة اللي بتتكتب جواها هي حاجة اسمها argument. لكن الفانكشن لما انت بتعمل لها استدعاء او كرييت، الحاجة اللي بتتعمل جواها او بتتكتب جواها هي حاجة اسمها probability. والبروبابيلتي دي هي بتكون قيمة الارجيومنت اصلا، او العكس، يعني الارجيومنت هي اللي قيمة البروبابيلتي. جميل كده، حلو قوي. هنا هبصيله الاي دي. تمام. وبعد كده انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اوجد البيانات اللي موجودة في الاري بتاعتي. طب هي فين اصلا الاري؟ تعالى كده لو طلعت فوق، هلاقي ان انا عامل مستخدم حاجة اسمها فيتشنج
خلاص، والفيتش دي بكل بساطه بدلها اليو ار ال اللي هو اصلا موجود فيه الداتا، وكان بيرجع لي منه الريسبونس. الريسبونس اللي بيرجع هو اصلا ايه؟ الداتا كلها. طب ما تيجي كده، تعالى هقول له مثلا هنا متغير وش ليست، وبعد كده هابديت على المتغير ده بالقيمه اللي جوه دي. هنا هقول له ايه؟ هقول له ادي الوش ليست بيساوي برودكتس. هتقول لي هو ايه العبث اللي انت عملته ده؟ هو كده كده اصلا لو جبت مثلا ادي الوش ليست وقلت مثلا لوج هنا كده للويش ليست، مش المفروض يطلع لك ايرور؟ هقول لك لا. هقول لك بص يا سيدي، الجافا سكريبت بترن الكود سطر سطر، فالجافا سكريبت هتشوف المتغير ده فهتخزنه في الميموري بانديفايند. جميل جميل. هتيجي تنفذ الفانكشن دي، هتاخد الفانكشن دي تنفذها. الفانكشن دي بكل بساطة هيجي كده في السطر العاشر هيلاقي ان انت اصلا بتابديت على قيمة المتغير اللي هو بتاع الويش ليست من undefined لايه؟ لقيمة اصلا الاري. فلما بيحصل execution او تنفيذ لحتة الايفنت، خلاص، فبيبدأ ان هو ياخد قيمة المتغير اللي اتخزنت اصلا بايه، اللي اتعمل لها اصلا ابديت بالاري. خلاص، فهيجي هنا في الكونسول هيجي يبدل الانديفايند بايه؟ بقيمة الاري كلها. تعالى كده نجرب ونشوف. تعالى كده، ادي الابديت، فعلا جاب لي الاري كلها بالشكل ده. جميل قوي، حلو قوي. هاجي كده همرر الاري دي كايه؟ كارجيومنت بالشكل ده. وهاجي هنا في الفايل اللي اسمه هاندل داتا ابديت، هلاقي ان الفانكشن اللي اسمها هاندل داتا ابديت مستنيه مني ايه؟ البروبابيلتي. هنا اقول له ايه؟ ادي البرودكت اي دي، ودي خاصه بالاي دي، وادي البرودكتس ودي خاصه بالاري. طيب مفيش اسامي تانية غير البروبابيلتي والارجيومنت؟ اصلا انا شايفها انها بتلخبط. بص يا سيدي، ممكن ان انا اقدر ان انا اسميها ان لما بتيجي تكريت فانكشن، الحاجه اللي بتتكتب جواها هي الفاريبلز اللي انت بتبدا ان انت تعرفها. جميل جميل. طب لما باجي اعمل كل الفانكشن، الحاجه اللي بتتكتب جواها هي القيم بتاعه الفاريبلز، يعني دي الفاليو بتاعه الفاريبلز اصلا اللي انت حطيتها جوه ايه؟ الفانكشن عندك هنا. ده اعتقد ان ده كده يعني اسهل بكتير من البروبابيلتي والارجيومنت. جميل قوي. انا بقى محتاج ان انا اختار كل الانبوتس اللي موجوده في الفورم بتاعه الابديت عشان ابدا ان انا اعدل على القيم بتاعتها. طيب انا هنا لو جيت في صفحه الفايل بتاع الكرييت برودكت، هلاقي ان انا عامل سيلكتور على الانبوتس اللي موجوده في الكرييت. طيب هاخد ده كده كوبي، كنترول في، ولو جيت في صفحه ال HTML هلاقي ان انا عندي الانبوت بتاعه الابديت الاي دي بتاعها مختلف تماما عن اللي موجود اصلا فين؟ في الكرييت. طيب هعدل في القيم بتاعه الاي دي، فهنا بدل برودكت نيم لا نيم، وهنا برضو description، وهنا كاتيجوري، وهنا برايس بالشكل ده. عايز بقى ابدا ان انا ادور على البيانات الخاصه بالبرودكت ده، وعايز اجيب البيانات دي اهندلها عندي في الفورم بتاعه الابديت. اتفقت معاك ان في ميثود في الاري مهمتها ان هي تدور على منتج معين جوه الاري بتاعتك، ولو لقيته بتجيبهولك. طيب البرودكت اللي بتلاقيه ده بتلاقيه ازاي؟ عن طريق الكونديشن اللي انت اصلا بتبصيه جوه الميثود دي. طيب الميثود دي بقى اسمها ايه؟ هي الفايند. الفايند بكل بساطة ان هي بتدور على برودكت معين جوه الاري بتاعتك. طيب هنستخدمها ازاي؟ هنا هقول له ايه؟ let product بتساوي ادي الاري بتاعتك دوت فايند بالشكل ده، وبتقبل منك call back function. تعالى كده نمسح الكلام ده. تقبل منك call back function بالشكل ده. طيب الكول باك فانكشن دي بتقبل منك بروبابيلتي. البروبابيلتي دي بتكون عايده على كل برودكت فين؟ في الاري. هنا اي ال اي، هنسميها مثلا اي ال اي. بص يا سيدي، الاي ال اي بتمسك برودكت وبتبصيه للاف كونديشن. والله لو البروبابيلتي ده اتحقق في الشرط بيرجع لك المتغير ده او البرودكت نفسه، لو ما اتحققش ما بيرجع لكش حاجه. طيب حلو قوي. الكول باك فانكشن دي مش انا كنت بعمل ايه؟ كيرلي براكت، وبعد كده كنت بقول له اف كونديشن
هنا عشان خاطر يبدا ان هو يرجع لك البرودكت لو هو فعلا اتحقق عن طريق الاف كونديشن ده، انا مش هكتب كده، مش هكتب اف كونديشن وإلس. امال هتعمل ايه؟ في عندي حاجه او طريقه ظهرت في الاكما سكريبت 6 اسمها كونديشنال تيرنري اوبريتور. دي بتتكتب ازاي؟ بقول له هنا الكونديشن وبعد كده علامة الاستفهام وبعد كده في حالة الترو لو الكونديشن اتحقق وحالة الفولس. دي طبعا احسن بكتير من اف والس. ده حاجة كده ظهرت في اكما سكريبت سريعة. طيب تعالى كده نكتب الكونديشن. الكونديشن بكل بساطة اللي هو البرودكت اللي انت بقى بتمسك برودكت بتجيب الاي دي بتاعه وبتقول له لو هو بيساوي البرودكت اي دي ده بالشكل ده هتعمل ايه في حالة الترو؟ هتبدأ ان انت ترجع لي البرودكت ده. تمام. طب لو لا، هتبدأ ان انت مثلا تطبع لي في الكونسول undefined مثلا ولا حاجة. خلاص. طيب تعالى كده نشوف هل فعلا اتحقق ولا لا، وهيطبع لي فعلا برودكت في الكونسول ولا لا. تعالى كده نشوف. لو جيت في صفحة الليست ايتمز ولو جيت دوست مثلا على الباتون اللي اسمها ابديت، فعلا جاب لي البيانات الخاصة بالبرودكت ده. هو هنقف لحد هنا، والمرة الجاية بإذن الله هنهندل الداتا اللي رجعت دي، هنهندلها في البوب اب بتاعة الابديت. واي تعديل هنبدأ ان احنا نعدله في اي انبوت عندي يبدأ ان هو يسمع التعديل ده في الجيسون بايت. بس كده، والسلام عليكم.